السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في العالم العربي والعالم الإسلامي لا شك أن ما قاله قبل قليل الأخ جزاه الله خيرا الرافعي تحدث عن القراءات الرافعي عندما تحدث عن القراءة المثلى. هذه أول القراءة المثلى تحتاج إلى وقت، نعم، وتحتاج إلى تفصيل، وهذه ربما يستفيد منها أهل الفكر وأهل النظر وأهل التخطيط إلى المستقبل. لكن نحن الآن في معاناة. الإنسان عندما يكون في معاناة لا يفكر تفكير الإنسان الذي ينظر إلى المستقبل ويستقرئ الأحداث وما يستفاد وما لا يستفاد. لو هذا الانقلاب الذي حدث في الجزائر، لا أقول أنا خلي خالد نصار بذاته هو الذي يجيب على نفسه بنفسه، لا أنا أتقول عليه ولا غيري يتقول عليه. ما كتبت يداه هي التي تكفيه. هو يتحدث على أن كان عندهم مشروع هم أيضا. طيب يا سيدي، إذا كان عندك مشروع الآن في المؤسسة العسكرية، والمؤسسة العسكرية عندما نتحدث عنها نقصد قادة المؤسسة العسكرية، ولا نتحدث عن الضباط في المراتب الدونية أو صف الضباط أو الجيش، لا أتحدث عنها، لأن المؤسسة العسكرية أصلا هي في الحقيقة قمة وقاعدة. القمة تأمر والقاعدة تنفذ دون مناقشة، لأن هذا جيش، والجيوش هكذا تسار. لكن من الذي يأمر الجيش بالتحرك بدخول الحرب أو عدم دخول الحرب أو المفاوضات؟ هو السياسي. هؤلاء جاءوا وانقلبوا على الطبقة السياسية، انقلبوا على الشاذلي بن جديد، ثم حلوا البرلمان، ثم حلوا البلديات، ثم بعد ذلك الأحزاب السياسية الجادة، منهم مثلا أحمد رحمه الله ومهري رحمه الله وكثيرون، يعني شخصيات سياسية وازنة وعسكرية أيضا كانت وازنة، لكن كانت خارج المؤسسة العسكرية. حذرت من هذا وقالت لهم إنكم سوف تصلون بالبلاد إلى، وهذا حتى غزالي قال لو كنت أعلم بأن الأمور ستأتي إلى هذه الأشياء ما كنت أوقفت المسار الانتخابي، وليس هو. إذن أنت عندما تسألني تحرك في مواجع كبيرة وآلام كثيرة، وعندنا يعني في الحقيقة الذي خاننا في ذاك الوقت لم تكن هنالك وسائل الإعلام هذه الحديثة، ولم تكن هنالك القنوات. أنت تتصور الآن في قضية 8 ماي 45 في الصيف، ما زال لحد الآن مهما سقط في فلسطين ما زال لم يصلوا إلى الحد الذي يعني سقط وقصف وقتل رجالا ونساء في جالمة وفي خراطة وفي سطيف وفي كذا 45,000 واحد. إذن في الجزائر يعني في الحقيقة ما كان لها أن تفعل هذا، ولكن ضباط فرنسا يسهل عليهم أن يفعلوا هذا. أما الضباط تاع جيش التحرير وكذا هؤلاء كانوا وهذا بتأييد من فرنسا وبتأييد من الخارج. لماذا؟ لأن هذا هو البعد الذي أشار إليه الرافعي قبل قليل. هؤلاء استراتيجيون كانوا يعرفون بأن هؤلاء الذين نجحوا في البلديات ونجحوا في التشريعيات وقرأوا أسماءهم وعرفوا أعمارهم وعرفوا الشهادات اللي عندهم وعرفوا من أين تخرجوا، وأن الذين يحاكمونهم يعني في الحقيقة مجموعة من ضباط فرنسا السفلة المجرمون، كما قال عليه أحمد رحمه الله. هؤلاء أدركوا بأنه لو نترك الحركة السياسية في العالم العربي والعالم الإسلامي فإن مصالحهم لن تكون، وإن أيضا الهيمنة لا تستطيع أن تكون. أنت تتصور باللي الجزائر مع فلسطين ظالمة ومظلومة؟ ما الذي فعلت؟ تحدثت في أول يوم تقول لحركة الشعب اليمني
بغض النظر سيدي عن القيادة. الشعب اليمني الذي خرج بهذه الملايين في الطرقات يريد أن يساند. الجزائر تريد أن تكفهم، الآن يقنبلون. طيب لماذا الجزائر لم تتخذ؟ أليس هذا يشبه العدوان الثلاثي الذي حدث في 56؟ لماذا ضربوا مصر في 56؟ العدوان الثلاثي، إسرائيل وفرنسا وبريطانيا. لماذا؟ لأنهم ساندوا الثورة الجزائرية. فلماذا لا تفعل الجزائر؟ تقول لهم هل تحدثوا؟ يتحدثون على السلطة الفلسطينية، يتحدثون على فلسطين، لكن لا يتحدثون عن حماس، لا يتحدثون عن المقاومة، لأن المقاومة شبيهة ب 22 الذين يعني انقلبوا على مصال الحاج وقالوا ما أخذ بالقوة لا بد أن يسترد بالقوة. إذا الحديث يجر بعضه بعضا. نعم. أن أعلق على مجلة الجيش، لأن أول مجلة الجيش خاصة بالجيش. نعم. حتى الجيش في الطبقات الدنيا لا يقرؤونها ولا. أنا كنت في المحكمة العسكرية وتارة عندما يأتوني بمجلة الجيش وتمدها الواحد من الحراس يقول له اقرأ واش كاين واش كاين، ما لا يهتم بها. أولا هذه مجلة الجيش إذا أردت أن تتابع مراحلها كلها اللي يحكم لابد أن تشيد به، هي لا تحسن إلا الإشادة بالحاكم. فأنا تماما كان عندما كان بوتفليقة تشيد بوتفليقة وإنجازات بوتفليقة، وبوتفليقة يعني لأول مرة، كل ما يجي رئيس لأول مرة في التاريخ، لأول مرة في التاريخ، وأن الذين كانوا قبله كأنهم لم يفعلوا شيئا. إذا هذه جريدة تتلون بلون الحاكم الذي يحكم والذي أو يحكم به من طرف السلطة الخفية. ولذلك لا أتحدث عن مجلة الجيش لأنها أولا لا تهمنا احنا في قليل أو في كثير. نعم. نتحدث هنا على مجلة الجيش في الافتتاحيات. نعم. أما في المقالات الأمر كما قلت. نعم. ولكن الآن أصبحت يعني في الحقيقة لا شيء، أو ذكر قليل ليس فيها لا الأسلحة التي يصنعونها ولا يبتكرونها ولا الألبسة من أين يأتون بالأحذية واللباس كيف يأتون به ولا يعني شيء هذا. ولذلك لا نريد أن نخوض. الذي يحكم في البلاد هي المؤسسة العسكرية ونخاعها الشوكي هو المخابرات، هذا هو الأساس. نحن نريد أن تتغير، تبقى مؤسسة من مؤسسات الدولة. هذه المؤسسة ذلك مؤسستين فوقها، هناك المؤسسة التشريعية الحقيقية التي يختارها الشعب بمحض إرادته دون إقصاء لأي فصيل سياسي، ثم بعد ذلك السلطة القضائية المستقلة. عندما تكون عندنا يعني سلطة تشريعية منتخبة ومتاحة للجميع دون إقصاء أي طرف من الأطراف من الساحة السياسية، ثم بعد ذلك سلطة قضائية كفءة يعني في الحقيقة مستقلة بعيدة عن الضغوط وبعيدة عن التلاعبات، عند ذلك تصبح المؤسسة العسكرية هي جزء من السلطة التنفيذية. هكذا ينبغي أن نربي الناس، لا أن نربي الناس. الجيش موجود في كل مفاصل الدولة، يمشي الرئيس يمشوا معاه، يرقد يرقدوا معاه، ينوضوا معاه. الثلوج تقطع الطرقات، لا الولاية تستطيع أن تزيحها ولا الدائرة تستطيع أن تزيحها ولا البلدية تستطيع. يأتي الجيش عندما يكون هنالك حرائق لا تطفى، لا بد الجيش حتى يدخلوا في مخ الشعب الجزائري لو كان يترككم الجيش راهو ياكلكم بوبي ولا تاكلكم الصاعقه ولا تضيعوا. يعني حتى المتاحف ما عندناش متاحف وطني، عندنا متحف الجيش. لما نجيبوا رئيس ندخلوه المتحف الجيش مش المتحف الوطني اللي عنده صبغه مدنيه. اذا القضيه نحن ليس عداوتنا مع وجود مؤسسه عسكريه حقيقيه، لا لسنا ضد هذا، هذا لا بد ان يكون، ولكن تحت السلطه السياسيه المدنيه الحقيقيه، وان يلتزم العساكر. انت لما سالت الان قبل قليل لما يجي هذا
خالد نزار ويقول بما انا اللي اتخذت القرار. من انت؟ من انت حتى تتخذ القرار؟ ومن بعد انت تعرف اللي حتى كي كان الشاذلي كان هو اللي يحكم، مش الشاذلي اللي يحكم، مش هو اللي قال انا اعطيت الامر بالقاء القبض على الشيخ عباسي وعلى الاخ علي العبد الضعيف الى الله الاخ علي بالحاج. من انت حتى؟ عندك وزير العدل. اذا هؤلاء متسلطون، هؤلاء افسدوا البلاد والعباد، مش من 92 لانني كنت في الجبهه ونحاولها، لا، من 62 والشعب يتجرع الغصص والمصائب والمحن، وبلادنا غنيه وثريه وفيها جميع الاشياء. كان نستطيع نكونوا احنا باش نديروا مشروع نتاع الجيش نجيبوا الامارات، باش نديروا سبيطار لازم نروحوا لقطر، يعني لازم يضمن فينا دوله من هذه الدول. واش من دوله احنا؟ لما تعالج المراكز الحساسه واحد من الامارات هذه ما يعرفوش الدوله نمدها الامارات. تعرف والله يكون فينا الان حصحص الحق، ما بقاش نسكتوا. العالم يتغير والدنيا راهي تتبدل، واسرائيل وقعت على في 48 في قضية لاهاي، وها هي الآن تحاكم، والعالم لن يبقى هكذا، سيتبدل. وهناك أجيال أخرى جاءت أكثر منا علما وحصافة ودراية، ولذلك هل يستطيع التبون يعني يقيل قائد الأركان؟ هل يستطيع؟ وهل عمره يسمح له بالقانون العسكري؟ القانون العسكري يطبق عليه القانون العسكري. كل الضباط اللي فاتوا السن جاوا نحاوا ناس عندهم 45 سنه و30 سنه و40 سنه، نحاوهم. صحيح. عملوا عمل تاع تطهير داخل المؤسسه العسكريه، كل من يشم فيها، وهذا لن يسلموا السلطه لا للمسلمين ولا للديمقراطيين ولا للعلمانيين. والدليل على ذلك عنده 32 سنه. هل جاءوا الديمقراطيين وحكموا؟ هل جاءوا العلمانيين وتحكموا؟ هل جاءوا حتى الاسلاميين المعتدلين حكموا بهم وجعلوهم يعني طعم للناس وخدعوا بهم الناس. اذا ما تكلمنيش. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.